ها محمد ماشي. ادي الجنب التاني اهون. شوف جبته بنفس الشكل ده. شايف الجهة دي رايحة هناك على الملعب بنفس الشكل ماشي. وهنا كده ماشي. والجنب ده كله دي كده جاي زي ما انت شايف كده. ده الجهة دي كلها ماشية 8 بنفس الشكل ده. خلاص من جنب الحيط اهي كل دي كده نازلة 8 المسافة دي. وادي الجنب ونفس الجنب اللي قدامك ده. ادي القبة دي اهي ودي قبة اهيت ماشي لازقة مع الجنب التمانية. طبعا بالطريقة دي كده بنفرد العزل. اوعى ابو جمال بعد اذنك لازم نخلي ركوب 10 سنتي العزل على العزل. افرد يا ناصر. افرد على طول. افرد البقرة. افرد ابو جمال. لازم نفرد بالشكل ده 10 سنتي راكبة على بعضها ماشي. وبعد كده نحرق بالنار تحت وفوق. يعطيك العافية يا ناصر. تمام كده. لله انتهينا خالص من تركيب العزل. وادي الشكل النهائي لتركيب العزل وتقفيله كامل بالنار. وادي تلحيم العزل مفيش اي فواصل كل العزل ملحوم. الحمد لله بدأنا في فرش تيوبات الجرميت ماشي. طبعا عشان الجو ليل الشغل في رمضان فالإضاءة مش واضحة قوي. لازم طبعا تخلي مسافة بين التيوب والجدار عشان التيوب ما يخبطش في الجدار فيخرم العزل يتقب العزل. لازم تخلي مسافة أقل حاجة 5 سنتي عشان مجال التيوب ما يضرش الجدار. لله انتهينا من تركيب الجراميط مع الزوايا. مع دهان الزوايا يا ابويا. الحمد لله انتهينا من تركيب الجراميط. وادي تركيب الزوايا مع الصبغة بتاعتها.